السلام عليكم إخوتي الأكارم. من الكبائر العظيمة منع الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة، أي يلقى على وجهه يوم القيامة بقاع قرقر بأرض مسطحة صلبة قاسية تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة قال: من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي أنه حق من حقوق الله وواجب من واجباته. وعن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول 3 يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. منع الزكاة إخوتي الأكارم، الزكاة حق لله سبحانه وتعالى وحق للفقراء. الفقير من له في هذا المجتمع إلا من مال الغني، وإذا حسبنا مال الزكاة فإنه لا يتجاوز 2.5% في زكاة الورق، الذهب والفضة والمال. يعني الأغنياء المترفون أحيانا ينفقون في حفل واحد ملايين الدولارات أو الليرات، فهذا المال مال الزكاة مال قليل بالنسبة إلى ما ينفقونه. تجد أحدهم يشتري السيارة التي تكلفه مال قارون، أو يشتري قصرا يكلفه آلاف بل ملايين الدولارات، ويكنز الذهب والفضة. أعطي الفقير أخي الغني، أخي الموسر، أعطي الغني تجده يحبك وتجده يدعو لك. وما أجمل من أن ترسم ابتسامة على وجه الفقير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.